اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، واش راكم؟ إن شاء الله راكم ملاح. اليوم راح نشارك معكم كرواسون صالي بهاد الوصفة تجي بزاف بنينة وناجحة، ونزيد نشارك معكم بعض التنظيمات اللي كنت درتهم كما راكم تشوفوا في الصورة. قبل ما نبداو لا فيديو اللي مازالوا ما اشتركوش في القناة ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. بديت لكم هاد لا فيديو بهاد المنظمات اللي كنت شريتهم باش ننظم بهم بزاف هايلين، ينظموا الحاله وما يشدوش بلاصه بزاف. هادو الصغار يبانوا صغار بصح يديو لترا، وهادوك الكبار يديو 2 لترات وشويه. شوفوا كيفاش كانت الحاله مخلطه كامل، هادوك لي بواط ماشي منظمين، وهادوك البلارات كل وحده وكيفاش. راح ننظمهم كامل، نعاود ننظمهم، وراح نحي هادوك البلارات زايدين كامل نرميهم. انا ما نحبش ندير كلشي على خطره، كل مره واش ندير. دوكا درت هذه مره الجايه ندير واحده اخرى. كل مره ندير كوانه باش ما نتعبش روحي ويجيني شغل خفيف، خصوصا الكوزينه كيما على بالكم تعيي. انا ملي تبعت هذه الطريقه ولات الكوزينه تجيني سهله للتنظيف. راح نزيد نحي كامل هذوك البلارات اللي من الفوق. كما قلت لكم كل وحده وكيفاش دايره. راح نحي كامل هذوك اللي ماشي كيف. كيما شفتوا حكيت كامل الحاله بلا لافيت، درت غير ايزيس وعاودت مسحه خفيفه بايكو متعدد الاستعمالات بزاف هايليه البنات. ينظم ويلمع، يرجع لكم الحاله تشعل، والحاجه اللي مليحه فيه يعقم. غير شريوه راح يعاونكم مليح مليح. انا ملي عرفتو ما يخطينيش في الدار، ويخلي لكم الحاله نظيفه مده، خصوصا الثلاجه مام العيون والدوش نديرهم به. وهنا بعد ما كملت هادوك البلاكارات لقيت هادو ما نشفوا، مسحتهم جوزت لهم بالشيفون، وراني نحط فيه هادوما كيما راكم تشوفوا. بديت نحط هادوك الجديد قبل، ومن بعد نزيد من فوقهم هادوك اللي كانوا عندي قدام باش نبدا بيهم. حبيت ثاني نشارك معكم هادو بزاف هايلين، لقيتهم ملاح قلت علاش ما نشاركهمش معكم. شيفون ميكروفيبر متعدد الاستعمالات، يشربوا الماء، مليح للاستعمالات اليوميه في الكوزينه ولا في اي بلاصه حبيتوها. المهم لو بري تاعهم بزاف هايل، يديروا 25000، يجيو فيه 3 كما قلت لكم، يعاونوا بزاف في المسح وما يخليوش لي تراس. وهنايا راني نوري لكم كيفاش ولا. وهذوك المنظمات جاو شابين وما يشدوش بلاصه. وشفتوا شحال قاعد لي تاع نقدر نزيد واحد 8 واحد اخرين تما. راح نزيد نشري منهم ونزيدهم تماك. وشوفوا ثاني هنايا من الفوق هذوك لي بواط اللي كانوا عندي قدم، غسلتهم ثاني كامل ومسحتهم ودرت فيهم هادوما الكاكاو والسكر والحوايج هذوك تاع التحليات والغاتو. هذه هي، ونروحوا مباشره نوجدوا لاباط تاع لي كرواسون. كما شفتوا درت 220 غرام ماء يكون تياد، مغرفه خميره الخبز، 2 مغارف كبار سكر، نزيد حبه بيض ونخلطهم مليح مليح ونغطيهم ونخليهم يخمروا. بعد ما خمروا راح نزيد 4 مغارف كبار زيت، مغرفة صغيرة ملح، شوية معدنوس، فلفل كحل، ونزيد شوية زعتر ما نكسرش. نعاود لكم نديروا غير شوية زعتر سينو راح يفسد لكم لوغو لو كان تكسروا منه. غير شويه هكذا بين الاصابع كما شفتوا درت انايا، ونخلط كلش مع بعض. وراح نزيد الفرينه كما راكم تشوفوا غير شويه بشويه. انا درت 500 غرام فرينه، شوفوا شحال قاعد لي منها. كما قلت لكم ديروا غير بشويه بشويه. وهنايا ربيت 200 غرام زبده للتوريق. بعد ما خمرت لي لاباط نرش الفرينه اللي قعدت لي في لو بلون دو طرافاي تاعي، نقسم على العجينه على 2، نبسطها على شكل دائره كيما راكم تشوفوا.
وراح نقسمها هكذايا كيما راكم تشوفوا، ونحط لا مارغرين فيتاج ديالي كيما راكم تشوفوا اللي كنت رابيتها. نسي نخلي شويه للجزء الثاني، نقسموها ثاني على زوج، ونبدا نشكل لي كرواسون ديالي كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وهنا بعد ما كملت شكلتهم راني ندهنهم بصفر بيضاء، زدت لها شويه قهوه باش يجي اللون تاعهم شباب. راح نخليهم يخمروا باش ندخلهم يطيبوا. ما بيد يخمروا راني نكمل لاباط اللي قاعدت لي بنفس الطريقه. هنايا بعد ما شكلتهم راح ندهنهم ثاني كيما قلت لكم بصفر بيضاء مع شويه قهوه. وهنايا راني نوري لكم باللي هادوما خلاص خمروا، راح ندخلهم يطيبوا. وفي اخر لحظه تفكرت باللي مازال ما درت لهمش السينوج والجلجلان، راني ندير لهم. راح ندخلهم الفرن يطيبوا على 180 درجه. وهكذاك نسيت ما درت لهمش لواحد اخرين سينوج وجلجلان، مي معليش. هادوما بعد ما طابوا شوفوا كيفاش جاو شابين وبزاف بنينه هاد لاباط. هادو ثاني نحيتهم خلاص طابولي. ونقطع لي كرواسون ديالي كيما شفتوا. انا ندير هنايا درت الحشو شويه مايونيز ولا شويه لا سالاد، ودرت كاشير ومرقاز. وكل وحده دير واش حبت في الحشو. تقدروا ديروا الطون في بلاصه المرقاز، تقدروا ديروا الفرماج، واش حبيتوا ديروا في الحشو. كل وحده دير على حسب الذوق ديالها. فقط كي تقطعوهم من الافضل تستعملوا هذاك الموس اللي عنده سنان، وتروحوا لهم غير بالعقل باش ما يسقطعوا لكمش. هاد لاباط بزاف خفيفه، سيوهم جاو بزاف هايلين وبنان وخفاف، خصوصا في هذا رمضان تقدروا ديروهم كمقبله. وصلنا لنهاية هذا الفيديو، نتمنى نكون خفيفة على قلوبكم. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنسونيش بجيم وكومونتير شباب، واللي مازالوا ما اشتركوش في القناه ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. ما عليا غير نقول لكم استنوني في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.